اعرفك انا بقى فنون الاكل الجميل. بص عامل ازاي. بقى ده بقى الفص بتاعنا، مش هو عامل ازاي. لسه ما يعتبر ما كانش منه ربع حتى ده. السلام عليكم وبداية فيديو جديد من العيار التقيل. وفكرة فيديو النهاردة يا جدعان فكرة مختلفة عن أي فيديو احنا عملناه. احنا النهاردة فكرة الفيديو هتكون عبارة عن احنا جالنا النهاردة وجبة فراخ توب التوب يا جدعان. جالنا طبعا من فرح، وعقبالها حبايبكم وعقبالكم وعقبال كل اللي نفسه يفرح. فالمهم ان احنا النهارده قررت ان انا اجرب الوجبة دي معاكم واوريكم وجبة الافراح تبقى بقى اللذيذه بقى بتاعت البيوت بقى كده وفاهمين. فاللي معاه في الفيديو بتاع النهارده محمد حمدينو. تيجي يا ابني معانا في الفيديو بتاع النهارده محمد حمدينو. بتتكلم ولا اي حاجه؟ اقول ايه؟ هم عارفين المقدمه بتاعتي، اقول انا بقى النبي ما هم عارفين حاجه، بس انت قول اي حاجه كده. يلا عيد بالكلمه. معانا في الفيديو بتاع النهارده محمد حمدينو. احلى مسا على اشباح. اهم حاجه يا جدعان تنسوش ان انتوا تعملوا لايك للفيديو ده، ولو انتوا لسه مش مشتركين في القناه انزلوا حالا دوسوا سبسكرايب او اشتراك. ويلا بينا بقى اوريكم بقى، اجوعكم بقى شويه كده بقى. اهم حاجه جهز اي حاجه كلها كده وانت واقف تتفرج او انت بتتفرج علينا او اتفرج وانت بتاكل. فيلا بينا. يعني جميل. افتحها كده، افتحها موريهم انا بقى. بص الفراخ، بصوا يا جدعان، بصوا كده، بصوا بالصلاة على النبي. شوفوا الفص عامل ازاي. فص شكله لوكس يا جدعان، فص جميل اقسم بالله. بصوا فص ما شاء الله، يعني الفص حاجة كده جميل متحمر بقى دلوقتي بقى احنا هناكل بالعاش. بصوا بقى هنجرب الفراخ البيوتي بتاعت الافراح اللي بتطبخ بالناس بيطبخوها يا جدعان. بسم الله، شايفين الفص عامل ازاي؟ الناس مليانة كل شوية اهو. بصوا الفص ده جلدان فص يا جدعان. بسم الله ونبتدي ناكل وندوق طعم الطازج. بصوا بقى كده، يعني مش عارف الصراحة ده، بس ده فخر. ده قول لي ده تقريبا هتاكل اخلص ما تقص قدامك ايش اليوم انت قول لي الاول. بسم الله. بصوا طعمها حلو. فيديو من طعم فراخ ميبقاش طعمها وحش، يعني هيبقى طعمها جميل. شوفوا. وعندي بقى لو بالرز سلام. المشكلة اللي انا ما مش عارف هي عظمة، حتة عظمة باين ومضحوك عليا فيها ولا مش عارف افصص يا جدعان. بس الفراخ بتبقى اطعم من الرز. طعمها لاحق، طعمها حلو. طبعا الفرخة بالرز حاجة تانية خالص. طبعا في ناس دلوقتي قاعدة تتفرج وريقها جري في الفيديو، نفسها بقى ان هي دلوقتي تقوم تاكل كده على حسب بقى ما انت اكيد الفيديو ده يبقى ميت بقى من الجوع الوقت. انا عارف انا الحركات دي كنت زيك كده. طماطم لا بس الفراخ بصراحة حلوة. هي مش هي تقريبا الفراخ متحمرة في الفرن، يعني ماشي. هي معمولة بطريقة أطعم من طعمها. يعني بصوا هي معياش فراخ هي متحمرة في الفرن، نص منها ونص منها. فاهمين القصد؟ اللي هي معمولة في صينية وفي الفرن. بس كطعم هي الصراحة حلوة. طبعا غير البطاطس بقى المقلية دي احنا اللي عاملينها، والطماطم احنا اللي عاملينها، والكاكولا احنا اللي جايبينها. الزام بحب الزام. اي فرخة حلوة اتطبخت كده هي فراخ. انا بحب الفراخ عن نفسي، فهي فرخة وخلاص، طعمها فرخة وخلاص.
تقريبا فيها كاري أو كركم في الطعم ده فيه يعني. شكلنا حطينا الشرفين صح؟ الأكلة دي بصراحة اديها 10/10. أكلة جامدة. مش عارفة أنا بصيت ولا بقول بجد. لا لا بس والله بس الفراخ طعمها هي بصراحة الفراخ طعمها حلو. لا حاجة فيها كمان إن الجلد كمان أطعم من الفاص، جلد الفرخة. بصوا يا جدعان، لو عايزين نعمل تحديات من دي نجيب أكل وندخل على تحديات، اكتبوا لنا تحت في التعليقات هنعمل لكم الكلام ده كله. بس قولوا لنا في التعليقات بحيث ان احنا نعمل، يعني تشجعونا ان احنا نعمل. واعملوا لايك للفيديو ده لو انتم مش عاملين لايك، ولو انتم لسه مش اشتركتوش في القناه انزلوا حالا دوسوا اشتراك عشان يوصلوا كل جديد، وعشان تشجعونا. عايزين بقى نعمل تحدي بقى على فرخه كامله، احنا اللي كل واحد فرخه وندخل فيها تحدي بوقت، التحدي اللي يخلص. بس هي بصراحه الفص يعني ما شاء الله. بصوا الفص اصلا يعني فاهم حاجه، يعني انا بصوا الفص ما شاء الله حاجه كده مدكوكه، فاهمين حاجه ما فص كده فاهم. شوف بصوا على النبي الفص الفرخه قد ايه، هو ده اللي انا بتكلم فيه. بصوا شوفوا الفص، يعني فاهمين قصدي بس ولا يعني. فان شاء الله الفص يعني فيها فص كتير، الفرخه مكلبظه، هي طعمها السنجين مستويه حلو وجميله وتوب التوب. بس الجلد بص، جلد محمر طعم جميل. مع بقى بصوا بقى هنا خس وبطاطس وطماطم وكاكولا، حاجة لو معاك كده. لا. يا ما شاء الله الفرخة يعني فيها فصها ما شاء الله. الفرخة مظبوطة كده يعني فهمت، لحم ما فيهاش، مش محقونة بقى وفرخة منفوخة في الفاضي، لا فرخة جميلة بصراحة. ناقصها بس شوية طحينة بقى، السلام كانت جابت من الآخر، هي كانت شابة. حاطين حاجة شبه النشارة. ما بحبها. شمعة. وكل ده لحد دلوقتي ما شاء الله. بصوا مفيش غير الحتة البيضة دي هي اللي اتاكلت في رغيف واحد بس. ولسه ما شاء الله بصوا الصوص لسه بحالها يعتبر والله، بس طعمها بصراحة تسلم ايد اللي عاملها بجد، طعمها حلو. شكرا. هتبقى نموشة. معايا كل يالك. بصوا بقى يا جدعان، عايزين نجرب أكلة معينة قولوا لنا عليها، عايزين نعمل حاجة معينة اكتبوا لنا عليها، نجرب تجارب في الأكل قولوا لنا عليها واحنا نعمل، نشتري أكلة معينة ونجرب اكتبوا لنا واحنا هنعمل. أي حاجة انتوا عايزينها اكتبوا لنا تحت في التعليقات، وأهم حاجة اللايك. ليه بقى اللايك؟ لأن أنت بتشجعنا بإن احنا نعمل فيديوهات، نتعب، بتقدر بقى أنت بمعنى الكلمة. انت كداب ابو صلاح. طبعا لو انت تطلع نعمل الفكره ديت معاكم، بما ان احنا ما بنعملش فيديوهات الا كل فين وفين، فقلنا نعمل معاكم حاجه كده احنا قاعدين بناكل وتتفرجوا علينا وانتوا بتاكلوا علشان ما تجوعوش، يعني حاجه من كده يعني. صراحه الاكل دي جامده.
انا عن نفسي اولا من ناحية ان انا اجيب اكل من بره واكل، انا ما بحبش ده. تمام. ثانيا انا احب اكل البيتي، اللي هو الاكل اللي بيتعمل يعني معمول في البيت، بيبقى صحي شوية او انا انت يا جدعان بتضحك والله. والله ما بحب اكل بره، يعني اكل بره ما بجيبش. بتضحك على ايه؟ عامل ده فيش على كل. يا اخي يعني انت بتضحك على ايه؟ الصلاة على النبي يعني يا جدعان، زي ما شوف الفرخة، شوفوا شوفوا الفرخة يا جدعان والله، شوفوا ما شاء الله. بصوا في الفص بقى وحلاوته اه. فص بالصلاة على النبي كده يعني ساعتها ما اكلتش غير الحتة البيضا دي، والفص لسه اصلا بحاله. يا عم تسكت بقى وكل واسكت بقى يا جدعان، ده اللي عايز يجي ياكل والله يجي. بصوا لسه في عاش ولسه في فراخ. الصفحة عليها صغيرة بس بس الفحة ما شاء الله فص كبير. بلي. يا عم البهارات اسكت بقى. ده ما انت لو جبتها من بره يا جدعان النبي، لو مطعم اللي عامل الفراخ دي ما هيعملها بالحجم ده ولا. احنا بنقول لكم ارائنا اللي احنا شايفينها من الاكل البيتي او من بتاع الافراح، بس ده ارائنا ان الاكل جامد و10 على 10 الصراحه. والفرخه ما شاء الله الفص بدبلك كده، فص مكلبز في صوص لحم. ده اللي احنا نقصده بس 10 على 10 مع البطاطس بقى، وطبق البطاطس والطماطم اهو. هنا طماطم بس لا. ما ينفعش نسيب الفيديو شغال يا عم نتكلم مع كافوية. طبعا بطاطس. انت عارف مع العيش البلدي، انت عارف عارف الفران، كل حاجة لوكس، مع حتة عظمة مصبصة، مع حتة طماطماية تمزني، مع حتة كده مش هي يا جدعان. الأكل والله جامد. بصوا ما في أكل على النص التاني، فاكر كمان غير حسنا. ازاي يعني؟ كنت اديت تاني دي، كلت واحد ما شاء الله لسه الفرخة اتأكلني كمان غفان. تاني واحد بين بين وانا بصر وريني الناس، قوم وريني الناس، اهو. تزها شوية قوم وري الناس، بس تزها اهو. بس كده. شوف يا جدعان الفص ما تضغطش على الشاشة سيبها. وكمان ايه قطعة منه هناك في الطبق. وبعد الفص بتاعي شوف، وبعد بقى الفص بتاعي مش هو عامل ازاي. لسه ما يعتبر ما كانش منه ربع حتى، ده ربع. الناس بقى عشية التمصمصة والمصمصة. بصوا اهو اللي عايز يا جدعان، انا عارف ان انا بجري رقكم اقسم بالله صح، انا عارف ان التلابة اللي فيها. بصوا حتت بقى العظم الجميلة دي بقى، يا بجري انا ريقكم، ما انا عارف انا الحركات اللي انا بعملها معاكم دي بجري انا الريق صح. تعالوا كلوا معانا يا جدعان والله الاكل هنا لسه كتير، تعالوا كلوا معانا. بصوا كده اهو، والبطاطساية بقى بصوا كده تمام. تعالى بطاطس والفص بقى، مش عارفه هي واضحه لكم حلو ولا ايه. شو كده بقى بتقوم عامل ازاي كده تمام. هعرفك انا بقى فنون الاكل الجميل. بص عامل ازاي. ثواني وبقى بقى شويه كوكوما. تستاهل اللايك. لو جوعت ورقك جرى انزل اعمل لايك سبسكرايب وتعليق كمان عشان بتاكل معانا.